معانا رضا صبحي ابن اخو المواطن اللي تم سحله. يمكن دي تكون مناسبه نعرف فيها مين هو المواطن ده وايه اللي حصل معاه دلوقتي. بنستاذنك تفضل معانا من فضلك. برحب برضا صبحي احد اقارب او ابن اخو المواطن اللي تم او شفنا تعرضه لهذا الاعتداء الجسيم من قبل قوات الامن المركزي عند قصر الاتحاديه. برحب بيك. اهلا يا رضا، ويا ريت تقول لنا ايه اللي حصل وطمنا على قريبك. يا فندم احنا مش عارفين عمي فين دلوقتي. احنا مش عارفين عمي فين. احنا رحنا اسم مصر الجديده، كل ما نروح مكان يقولوا لنا في مكان تاني، لو كان مات يقولوا لنا مات وخلاص عشان نعرف. احنا صعايده اساسا. طيب انتوا عرفتوا ازاي ان هو، يعني اتاكدتوا ازاي؟ احنا اتاكدنا ان هو يا فندم ده عمي. انا مش هعرف عمي اسمه ايه بالكامل؟ اسمه حماده صابر محمد علي، وانا اسمي رضا محمد صابر محمد علي. بيشتغل ايه يا استاذ حماده؟ ده سيادتك بيشتغل مبيض محاره مقاول، وكان واقف في المظاهرات هو ومراته، كانوا رايحين سلميه وهو عنده 48 سنه، ولا كان معاه ميليتوف ولا كان معاه ضرب ولا كان معاه اي حاجه. انت بتقول كان معاه زوجته؟ ايه؟ بتقول كان معاه زوجته؟ ايوه يا فندم، ولما خدوه طلبت انها تشوفه، مش راضيين يخليها تشوف ولا راضيين يقولوا لها فين، وعياله الصغيرين دلوقتي في الاتحاديه مش عارفين ابوهم فين. وهي شافت الزوجه، شافت ما حدث مع زوجها؟ ايوه شافت بعينها ما حدث مع زوجها، ولما طلبت منهم تشوفه بعد ما خدوه مش راضيين يقولوا لها هو راح فين اساسا. يقولوا لها في الاسم، نروح الاسم ما نلاقوش في الاسم، يقولوا لها في المستشفى، نروح المستشفى ما نلاقوش في المستشفى. احنا عاوزين نعرفوا سيادتك هو فين بس عشان العيال الصغيرين، وعشان احنا نروح نشوفه، لو كان ميت نجيبه ميت مش مشكله، بس احنا نعرفه فين. ده المطلوب من سيادتك. طب انت تعليقك ايه على اللي شفته من مشاهد قدام قصر الاتحاديه في التعامل مع عمك؟ انا هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب ده مواطن برضه مصري يتسحل كده ويتقلع هدومه؟ ده مواطن مصري. هو كان قايل لك ان هو رايح يشارك في التظاهرات، كان رايح للاتحاديه ليه؟ تعرف يعني تحدث معاك قبل ما يروح القصر او قايل لكم ان هو كان يشارك في المظاهرات؟ سلميه بينادي بالسلميه، وهو راجل غلبان ولا ليه في اي حاجه، حتى مش راجل بتاع مشاكل ولا كده، ولا ليه اي سبق في الجنايه اساسا، ولا عمره دخل اسم. انت بتقول كمان ان هو كان شغال مقاول؟ هو راجل مبيض محرم مقاول. طيب مبيض، اوكي. وعيالها ومراته يا فندم دلوقتي معاهم عمالين يضحكوا عليها، يقولوا لها هو راح هنا وهو راح هنا وهو راح هنا، واحنا مش عارفينه فين. احنا بس عاوزين نطلب من الداخليه اللي هي بترحم المواطنين وبتعاملهم كويس وما بتضربهمش ولا بتقلعهمش عريانين ولا ما بتعمل لهمش اي حاجه. عاوزين نقول لهم هو احنا بنوجه نداء معاك لوزاره الداخليه، عايزين نعرف المواطن حماده صابر تم او فين هو دلوقتي، او محتجز فين، او ايه مصيره. احنا بنشكرك شكرا جزيلا رضا صبحي احد اقارب المواطن اللي تم سحله للاسف اليوم في هذه المشاهد السيئه اللي شفناها جميعا، واللي بتمثل انتهاك صارخ للدستور وحقوق الانسان في مصر.